السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا اخواتي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. واحب ابدا كلامي طبعا بصلاة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى محمد. ومش عايزين ننسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويرفع راية الاسلام والمسلمين امواتهم وامواتنا اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي العشر الاواخر من شهر رمضان اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى محمد واكثروا من العبادات، واللهم بلغنا ليلة القدر. شفنا البيان الصحفي من اللجنة الأولمبية وكنا بننتظر القرار ده، أهم قرار كنا بننتظره. هتقول لي يا عم ما الأهلي لسه مصعد الشكوى امبارح للجنة التظلمات. لجنة التظلمات اللي هي تابعة لاتحاد الكورة، الاتحاد الكورة اللي اللجنة الأولمبية تابعة ليه، اللي رابطة الأندية تابعة ليه. اللجنة الأولمبية اللي أكدت النهاردة على البيان او العقوبات اللي اصدرت من رابطه الانديه، واكدت عليه وقالت لك ان دي عقوبات بيتم اصدارها، لان في هذا الشأن مالكش انك تطلب حكام اجانب طالما دي مش مباراتك، وليك انك تلتزم بالحكام المصريين او الحكام اللي كانوا موجودين في توقيت معين ومش عارفه ايه والحكايه والروايه، والتزم بالقرار. وحته انك اصلا ما تروحش المباراه ده ما كانش المفروض يحصل منك. ورفض اللجنه الاولمبيه للشكوى، يلا البس. رفض اللجنة الأولمبية للشكوى. طب انت دورك ايه؟ وهيتم تنفيذ العقوبة عليك، خصم 3 نقاط وخصم 3 نقاط نهاية الموسم، وتنفيذ كل الخسائر المالية والمادية اللي انت هتحاسب عليها. كل الخسائر المالية اللي نتجت عن هذه المباراة بسبب عدم لعبها هتتم محاسبتك عليها. هتقول لي ما لسه يا عم وراء اللجنه الاولمبيه طلعت القرار، بس لسه رد النادي الاهلي. رد النادي الاهلي على مين؟ لما احنا قلنا ان القرار ده ما كانش ينفع يحصل، وكنت تنزل العب المباراه تحت اي بند وتحت اي ظروف، ولما يبقى عندك مشاكل روح حلها واعرض مشكلتك، ولما ما تلاقيش حل روح اعرض مشكلتك للاعلى، ولما ما تلاقيش حل روح اعرض مشكلتك للاعلى، لكن لا تنسحب من المباريات. فكرة انك تنسحب من المباراة انت بتهرب من المواجهة. فكرة انك تهرب من المواجهة هتخلي ناس تقول علينا ان انت وشغل حنفي. انت اشتغل، ما هتيجي تتكلم هقول لك ان انت كمان بقيت حنفي. احنا بس شاطرين في البيانات والتصريحات. امبارح مستشار مرتضى منصور، يعني نقلن له كل التقدير والاحترام، راجل شايف ان هو اخطأ وبتاع والكلام ده كله، ونزل بيان رسمي وتصريح رسمي للكابتن محمود الخطيب ان انا بكن التقدير والاحترام للكابتن محمود الخطيب، وما كنتش اقصد الاساءه وبتاع، واحنا في شهر مفترج وعايز اعمل تصالح مع كل الناس اللي انا معايا خصومه ليها، على عيني وعلى راسي. قرار محترم وفي شهر مفترج وكريم والدنيا زي الفل وحلوه، اهلا وسهلا مبروك والدنيا حلوه، واحنا ندعم ونساند هذا القرار. احنا ندعم ونساند هذا القرار انك تعمل تصالح، واحنا في شهر مفترج وكريم، وقرار صحيح وصائب 100%. ما عنديش مشكله. كابتن محمود الخطيب نزل له يا عم تويت عندك على حساب الشخصي، خش كلمه واتس يا عم، قول له يا عم انا ما قابل الاعتذار وعفى الله عما سلف. لكن احنا شاطرين في البيانات، بيان رسمي في صفحه النادي الاهلي واحنا الدنيا خربانه معانا. يعني شغل الناس اللي كانوا انتوا بسببكم الناس طلعت علينا، بص العصفوره بيعاملوا جمهور الاهلي ان بص العصفوره احنا هنجيبوا زيزو، لكن انسوا المشكله اللي احنا عملناها وانسحبنا من المباراه والكلام ده كله. ده كلام كله فاكس. احنا انسحبنا من المباراه ماشي تمام زي الفل، خلي بالك بقى احنا بنجيبوا زيزو. خليتوا الناس تقول علينا كده، خليتونا نبقوا مسخه للكل. انا بالنسبه لي لحد اللحظه دي احنا دلوقتي خلاص، انت رحت الاتحاد الكوره ورابطه الانديه واشتكيتهم وبتاع والدنيا زي الفل، ورحت اللجنه الاولمبيه، ولا حياه لما انتوا نادي ومفيش، والقرار هيتطبق عليه واللوائح هتطبق عليك. يعني انت مالكش حجه ومالكش مالكش حاجه دلوقتي غير انك هتتنفذ عليك اللوائح والقوانين طبقا للي حصل للاحداث، والخطا تعاقب عليه. طب هل لو حصل اي حاجه ومجلس الاداره عمل اي تصعيد والدنيا مشت زي ما هي وتم يعني ان المباراه دي هتتعاد مثلا او مش هيتم خصم النقاط بتاعتها،
هنا ساعتها هنضرب لك تعظيم سلام. لكن كل الحالات وكل الهالات اللي موجوده دلوقتي في الساحه وخلاص. اللجنه، انا بقول لك انت اللجنه الاولمبيه اللي انت رحت لها اللي هي يعتبر اخر حاجه في الرياضه في مصر، اللجنه الاولمبيه خلاص بتنفذ عليك القرار وبتقول لك ان القرار اللي اصدرته رابطه الانديه قرار صحيح مليون في الميه، وبنرفض كل الشكاوى المقدمه منك. فبالتالي انت مالكش حق دلوقتي خلاص. يعني القرار ده لما كنت واخدته كان اغبى قرار مجلس اداره النادي الاهلي خدته. القرار ما كانش مدروس بنسبه مليون في الميه الا اذا حدث امر اخر. انا بقول لك الكلام ده، انا بكلمك ان الاحداث خلاص دلوقتي كلها بتتوالى، ان انت خلاص هيتخصم منك 3 نقاط وهتكمل الدوري عافيه. انت هتكمل الدوري عافيه خلاص. هو انت كده شغل حنفي. انت دلوقتي كده بقت السيد خلاص، عملت فيها سبع البرومبا وفرد عضلاتك وفرد دراعاتك وخلاص. انت كده مفيش اي كلام. مش عارف والله العظيم بقينا الكرة رايحه بينا على فين. احنا قاعدين بس نتابعوا تصريحات وبيانات ومش عارفه ايه وكلام بيتقال وكلام بيتعمل، لكن مش قاعدين بنتابعوا كوره نشاهدها. احنا قاعدين شهر من غير النادي الاهلي، اتفرجنا على مباراه واحده في الشهر وشكرا كده. بقيت الشهر قاعدين بقى تصريحات وبيانات وانسحابات وعدم التزام ومش عارفه ايه، ومستنيين قرار الاهلي ولجنه الاولمبيه ورابطه الانديه واتحاد الكوره والكلام ده كله. لكن ان احنا نتابع الكوره زي الناس نتفرج عليها ونلعب كوره والناس تلتزم ويبقى في التزامات حتى في الملعب، يبقى في لعيبه بتلتزم بالكوره، احنا ما عندناش الكلام ده. احنا الكوره في مصر خلاص باظت. كوره في مصر بالسلامه. نتمنى نشوف الافضل. ولسه القرارات يعني انا مش عارف الكوره رايحه بينا على فين والاهلي رايح بينا على فين. وفين يا كابتن محمود الخطيب حق الاهلي وجماهيره؟ اعتذر بقى للجماهير اللي طلعت دعمتك. انا واحد من الناس كنت واقف بين الحياه مستني القرار الصحيح والصائب اللي انا اشوفه. لكن لو هو القرار كده فده اغبى قرار خده اداره النادي الاهلي منذ توليه. سلام.